ده العرق بقى ابو كام؟ ابو 900 جنيه، احنا عملناه ب200 جنيه وهيطلع طعمه خطير. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة معايا انا هحتاج نص كيلو من اللحمة المفرومة، وهحتاج كمان معايا بصلاية صغيرة مفرومة ومصفية المية منها خالص، وهحتاج 4 معالق من البقسماط، والبهارات بتاعتي توم باودر، ملح، فلفل اسمر، بابريكا، بهارات لحمة، بس كده. والبضاية ديت، وهحتاج كمان ربع معلقة صغيرة من الكربونات، واضرب الكلام الجميل ده كله في الكبة لحد ما تبقى عجينة معايا وتبقى ناعمة معايا خالص زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى معايا كيس تلاجة او كيس عندي مفتوح، وهحط بقى اللحمة بتاعتي، وهحتاج معايا الزيت بتاعي. هحط حبة من الزيت في ايدي عشان ما تلزقش، واعجنها كويس جدا، واجيب بقى الكيس بتاعي والفها على هيئة رول زي ما انتوا شايفين كده. هويها معايا لحد ما تبقى معايا الشكل ده، وخليه طويل عشان لما يخش النار في نوع لحمة من اللي بيكش، عشان تفضل محتفظة معانا بالطول بتاعها. ولو عندك شبكة حطيها عليها وحطي تحتها حبة مية، عشان المية لما تتبخر كده وتغلي معايا تخليه كده طري من جوه وجميل. انا بقى جبت الصينية بتاعتي وحطيت فيها حبة من المية، وجبت ورق فويل وحطيت غلفت الصينية بتاعتي وخرمتها زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت فوقي العرق كده الحلو دوت. عرق تربيانكو ده ولا مش عرق تربيانكو؟ هو طبعا. خلع الفرن بقى تحت الشواية، شايفين طلعت معايا خطيرة جدا وجميلة جدا. تختبريها تغرزي فيها كده طرف السكينة، لو لقيتيها لسه بتطلع في مية يبقى هي محتاجة لسه تستوي معايا. جميلة جدا. اسيبها بقى لما تبرد معايا خالص علشان اعرف اخرطها. شايفين انا مقدرتش والله وخرطتها اهيت. جميلة، شايفين شكلها رهيب والطعم حكاية. تعمليها بقى في الجو الحر دوت هتخلص معاكي بسرعة جدا، مع حبة مكرونة. تعمليها في سندوتشات خطيرة، مش هتقول معاكي لا في حاجة خالص. يلا بينا لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.